كتبدا قصه في قريه في الصين مع بنت سميتها مولان، وهي كانت كتعاون باها باش يجمعوا الدجاج. من بعد قدروا يجمعوا كاع الدجاجات اللي كانوا هاربين لهم مع عاده وحده. فقال لها باها اللي كان مضروب في رجليه انها تخليها وترجع بحالها، ولكن مولان كان راسها قاصح وقررت تبع ديك الدجاجه، وهي تابعها هرست التمثال ديال طائر العنقاء، والدجاجه في ديك الساعه هربت ليها فوق الديور. ولكن مولان ما كانتش مفكه وتبعتها بلا ما تخاف، وبقات كتجري وكتراوغ بالزربه قدام الجيران اللي كانوا منبهرين بها. وحتى ملي بغات تهبط هبطات بطريقه وباسلوب قتالي، وتما عرف باها باللي مولان عندها القوه الروحيه اللي كيسميوها قوه تشي. فبوها من اللي عرف تقلق ورجع للدار. من بعد في الليل مولان بدات كتسرح شعر اختها الصغيره، وتما سمعت ماماها وهي كتهضر مع باباها، وكانت مقلقه من تصرفات مولان اللي ما مقبولينش في القريه ديالهم حيت هي بنت. وقالت لي من المفروض انها تحلى بالانوثه ديالها باش تجيب الشرف لعائلتها، حيت الا بقات كتصرف بهذه الطريقه الناس غادي يسميوها ساحره وغادي تولي منبوذه في القريه. من بعد خرج باها ولقاها كتصايب التمثال اللي هرساتو، فبدا كيهضر معها بحنان وقال لها بلي هي كتمتالي في قوه روحيه سميتها قوه تشي، ولكن هي خاصها تخباها حيت خاصها بالرجال المحاربين وماشي بالبنات. وقال لها انا كنقول لك هذه الهضره باش نحميك، وهذه هي المهمه ديالي، والمهمه ديالك انت هي تجيبي الشرف لعائلتك وتزوجي بحال كاع البنات. من بعد كنمشيو لوحده من الطرق الصحراويه اللي كانت كدير شمال الصين، وتما كنشوفوا واحد التاجر عربي ديال الجمال هو في طريقه للصين. بقى غادي ما به معدي حتى تفاجأ بجمال واحد المراه واقفه قدامه، وما هي الا تواني حتى كيغيب داك التاجر. وهنا كنعرفوا ان ديك المراه ساحره وهي متركه الجسد ديالو. من بعد دخل داك التاجر العربي لواحد القريه في شمال الصين، وفي نفس اللحظه كنشوفوا مجموعه من الرجال كيتسموا بقبائل الروران، وهما في طريقهم باش يهجموا على نفس القريه. من بعد كيتحول التاجر العربي الى ساحره مره اخرى من بعد ما دخلت من ابواب القريه، وبدات كتسفها الجنود اللي كانوا تما باش تسهل المأموريه على قبيله الروران اللي غادي يهجموا على نفس القريه. وفعلا من بعد مده هجموا على القريه وصفوها لكاع اللي كانوا تما بطريقه وحشيه ما عدا واحد الجندي، وهما خلاوه باش تقدر الساحره تمتلك الجسد ديالو وتخبى فيه. من بعد كنمشيو لقصر الامبراطور، وتما كنشوفوا وكيل الامبراطور كيبلغو كيعاود ليه على المجزره اللي وقعت في ديك القريه بسبب هجوم قبائل الروران، واللي كان القائد ديالهم بوليفان، وهو جاي باش ينتقم من الامبراطور حيت قتل ليه بواه. وقال ليه قبائل الروران ديما كتنجح في الغزو اللي كدير بسبب الساحره اللي معاهم، وهي اللي كتخلي كاع العمليات ديالهم ينجحوا. تما تعصب الامبراطور حيت الساحرات والاعمال ديالهم محرمه في الارض ديالو، وصدا قرار بانهم غادي ياخذوا واحد من كل عائله كمتطوع باش يوجدوا الحرب. من بعد كنرجعوا لقبائل الروران وكنشوفوا الساحره وهي كتهضر مع بوليفان، عاودت لي على خطه الجيش الصيني، وهو قال لها بلي ما غاديش يتهنى حتى يخلي الجيش ديال الامبراطور كامل يرقع قدامه. وفي هضرته كان كيختلها الهضره وعايره حيت هي ساحره، فشداتو من عنقه وكانت غادي تقتلو. تما قال لها بلي ما تنساش بلي انا اللي عطيتك القيمه من بعد ما تخلات عليك القريه ديالك ونبدوك. وهنا كنرجعوا لهند مونان اللي كبرات وولات شابه، ومن بعد ما ثالث الدوران بالخير ديالها رجعت لدارهم وعاودت لهم على الخرجه اللي دارت، وما جات تكمل الهضره حتى فاجات ما وقالت لها بلي جاوك الخطاب. تما تبدلوا الملامح ديال وجهها وما كانش عندها اختيار اخر من غير توافق، وزاد قنعها بوها وقال لها بلي هذا هو العريس المناسب لعائلتنا. وفي ثاني يوم بدات مولان كتوجد راسها على وديه الخطوبه، وملي كانوا قاعدين مع موت العريس كان كلشي مزيان حتى شافت مولان واحد العنكبوت، واختها كانت عندها فوبيا منهم، فحاولت مولان تخبيه، ولكن موت العريس قالت لها رجعي داكشي اللي حركتي لبلاصتو. وتما خرج داك العنكبوت واختها بدات كتغوص والقضيه ترونات. من بعد حاولت مولان باش تبرد القضيه، ولكن هي عاد ما زاد روناتها. وفي ديك الساعه جرات عليهم موت العريس وعايراتهم وقالت لهم بلي نتوما عار على ولدو على العائله ديالنا. وفي نفس اللحظه جا المرسوم من عند الامبراطور واللي كان كيامر فيه الناس ديال القريه يتطوعوا، وكل عائله غادي ياخذوا منها واحد باش يحارب. ولكن عائله مولان ما كان فيها حتى شي راجل من غير باها، وهو اللي غادي يتطوع ويولي مع الجيش. ولكن مراته ما كانت موافقه بسبب رجليه اللي كانت مضروبه، وهو بقى مصر على انه ينفذ اوامر. وملي حاولت مولان تقنعه انه يبقى تعصب عليها وطلب منها ما تدخلش حيت هي بنت. ولكن في النهار الثاني فاقت مولان بكري وعائلتها كانوا ناعسين، وتما هزت السيف ديال باها والبدله ديالو وحولات راسها من بنت عاديه الى شاب محارب باش تمشي للمعسكر الجيش في بلاصه باها، وبهكا غادي تقدر تعتقو. وفعلا لبست البدله ديالو هزت السيف ومشات. من بعد ملي فاق باها ما لقى لا السيف لا الوثيقه الرسميه اللي جاتو من الجيش، ولقى في بلاصتهم المقبض ديال مولان. تما عرف بلي هي مشات في بلاصتو، وفي ديك الساعه مشى للضريح ديال جدودو كيطلب منهم يعاونوا مولان حيت الا مشاو حتى يعاقوا بها غادي يقتلوها. وهنا كنشوفوا مولان اللي بقات غادا النهار كامل حتى طاح لها الظلام وقتلها الجوع والعطش. وهنا كنعرفوا انها تلفات على طريق المعسكر وهي كانت عيانه بزاف، وتما ضربتها بواحد الناسه. من بعد في النهار الثاني فاقت وشاف طائر العنقاء وهو كان كيوجهها لبلاصه المعسكر. ملي وصلت فاقت بالجنود اللي غادي تكون معاهم، وملي شافت الروتين ديالهم جا هذاك الشيء قاصح بزاف حيت هي بنت. ولكن بقات كتفكر في باها وحاولت تجمع القوه ديالها باش تقدر تكمل معاهم.
وفي الليل بداو الجنود كيوجدوا ريوسهم باش يدوشوا. وفي ديك الساعه مولان دخل معها الصاد، ولكن فاش اجل عندهم واحد المسؤول وطلب منهم شي حارس متطوع باش يأس لهم بالليل. تما مولان استغلت الفرصه وهزات يديها باش تفادى تدوش معاهم. وفي ثاني يوم وراهم القائد القواعد وبدا كيدربوهم، وكانوا الجنود في ديك اللحظه في حاله ميؤوس منها وباين عليهم غير زرق على اخوه، ولكن القائد ديالهم كان مصر على انه يدربهم وكان عنده امل فيهم. تما بينات لهم مولا المهارات والقدرات ديالها حتى تصدم القائد والجنود اللي كانوا معاها. وفي ديك الساعه حسات براسها بلي تحمسات بزاف ومشات وخلاتهم، ولكن تبعوها صحابو بداو كيشجعوا فيها على داكشي اللي دارت. من بعد ما قدروش يكملوا مع الهضره حيت كانت ريحتها خانزه بزاف، وهادشي حيت ما كتقدرش تدوش معاهم. ولكن ملي طاح الظلام مشات لواحد البحيره باش تدوش. وفي نفس اللحظه كنشوفوا بوليفان دار اجتماع مع رؤوس القبائل باش يهضر معاهم على الانتقام ديالهم. ثم لقز واحد وقال لهم غادي نمشيو ونجمعوا لهم حب وتبن. وفي الصباح ديال النهار الثاني طلب بوليفان من الساحره تمشي وتقاد لهم البلان في القريه اللي حداهم باش يقدروا يهجموا عليها من بعد. وهنا كنرجعوا للمعسكر وكنشوفوا القائد اللي غوت على مولان وقال لها بلي هو عارفه وكيعرف باها وعارف داكشي اللي مخبياه. فمولان دخل معها الصاد وبدات تترعد وكان كيسحب ليها بلي هو عارفها بنت، ولكن هو كان كيهضر لها على القوه اللي عندها واللي كانت سميتها قوتشي وانها خاصها تطورها وما تخبيهاش. من بعد دازت ليا مقررات مولان تطور من المهاره اللي عندها وكانت من بينات احسن الجنود اللي كانوا في المعسكر. وفي ديك الساعه بوليفان قدر يوصل لاغلب القرى اللي كانوا في سينا ورونهم كاملين، وهادشي بالمساعده ديال الساحره. وبسبب هذا البلان الجيش ديال مولان غادي يدخل في حرب وهما باقيين ما مستعدين. من بعد بدا كل واحد من الجيش كيدلي بالقسم، وملي وصلت النوبه ديال مولان سكات وما قدراش تهدر. تما مشات عند القائد وكانت مقرره انها تقول ليه الحقيقه ديالها، ولكن هو بدا كيهضر ليها على حاجه اخرى وتما قررت ما تعاود ليه والو. وفي ديك الساعه القائد طلب منها تزوج بنته من اللي ديال الحرب حيت هي جندي شجاع في نظاره. مولان بقات غير ساكته وكتشوف، ومن بعد وافقات ومشات. وملي كانوا غاديين في افتتاح المعركه في الصباح ديال النهار الثاني دازوا على واحد القضيه دمرها الجيش بوليفان كامله. من بعد مده وصلوا لبلاصه المواجهه اللي غادي يواجهوا فيها جيش بوليفان، وتما بداو الجنود كيستعدوا. ومن بعد شويه ديال الوقت بدات المواجهه ما بيناتهم، والجيش الصيني بدا كيسير عليهم بالنبال. ولكن في المقدمه ديال الجيش بوليفان كانوا غير الجنود العاديين والقاده ديالهم كانوا اللور، وهذا كان فخ بالنسبه للجيش الصيني. في ديك الساعه امر القائد مجموعه مولان انهم يتبعوا القاده، وفعلا مولان والمجموعه ديالها بقاو تابعينهم. ولكن القوه ديال القاده كانت كبر من مجموعه مولان اللي بقاو غاديين وكيطيحوا بواحد حتى تقتلوا كاملين بالنبال، ما عدا مولان اللي كانت كتعرف تراوغ وبقات غاده تابعه القاده حتى وصلت لواحد بلاصه خاويه وما كان فيها حتى شي واحد من غير الساحره. وهي كانت عارفه باللي مولان البنت وماشي ولد، تما طلبت منها تولي معاهم ولكن مولان رفضات. وفي ديك الساعه ضرباتها الساحره في صدرها وغيباتها. من بعد شويه فاقت مولان وشافت بلي ديك الستره اللي كانت لابساها هي اللي عتقاتها من الموت، وتما قررت تبين الحقيقه ديالها وتقول لهم باللي هي بنت وماشي ولد. وفي ديك الساعه رجعت لساحه المعركه وبدات كتقاتل بكل احترافيه، والجنود اللي كانوا معها دخلهم العجب لدرجه انهم كانوا كيسحب لهم باللي هي ساحره. وفي ديك اللحظه الساحره اللي كانت مع بوليفان تحولت للطيور وهجمت على الجنود، ولكن هما تشكلوا وخداو وضعيه الدفاع، وهذا الشيء اللي خلى الجيش ديال بوليفان يهجم عليهم بكل قوه. وبسبب ذاك الشيء ماتوا بزاف من الجيش الصيني. تما مولان طاحت عليها واحد الفكره واللي هي تبقى تضرب جيش بوليفان من الجهه المعاكسه، وبالفعل هذا الشيء اللي خلى الجيش ديال بوليفان يسحب لهم باللي كاين جيش اخر ديال الصين، فبداو كيضربوا في ديك الجهه. وبسبب دوك الضربات الجبل ديال الثلج راب عليهم، وبهكا قدرات مولان تعتق صحابها. من بعد شويه بداو الجنود كينوضوا من تحت الثلج وكيقلبوا على الدري مولان اللي عارفينه، ولكن هي بانت لهم بالشكل ديالها الحقيقي، وهذا الشيء صدمهم كاملين. تما القائد ديالهم جرى عليها من الكتيبه وقال لها بلي هي جابت العار ليها لعائلتها ولبلادها بالتصرف الذكوري اللي دارت، وكان عقابها هو الاقصاء. في ديك الساعه قبلات مولان بدا الحكم ومشات بحالها، وفي طريقها تلاقات مع الساحره اللي كانت كتحاول تخفف عليها وقالت لها بلي الا ولات معاهم ما غاديش تبقى منبوذه كيف ما نبذها القوم ديالها. ولكن مولان ما بغاش وقالت لها بلي هذه ماشي البلاصه المناسبه ديالها. بدات الساحره كتضحك ديك الضحكه الصفراء وقالت لها بلي الجيش ديال بوليفان هو اللي غادي يربح في الاخر، وهاد الحرب كانت غير فخ لكم باش نقدروا نتهناو من القبائل اللي كانت حدا الامبراطوريه، ومن بعد غادي نمشيو نستفاو الامبراطور. تما تصدمات مولان من داك الفخ اللي داروا ليهم، ورجعت عند الجيش وعاودت لهم داك الشيء اللي وقع، وقالت لهم بلي هذا فخ هما غير ملاهينهم باش يقدروا يوصلوا للامبراطور. ولكن القائد ديالها كان مصر على الراي ديالو كان غادي يقتلها. تما تدخلوا صحابها اللي كانوا معاها وبداو كيضغطوا على القائد ديالهم وقالوا لكم كانت كنت يقتيها. وفعلا قدر القائد يقتنع بالهضره ديالهم في افتتاح قصر الامبراطور، وفي نفس الوقت قدر بوليفان هو والجيش ديالو يدخلوا للمدينه اللي كان فيها القصر، وكان الساحره في ديك الساعه في قصر الامبراطور من بعد ما تفلت بهيئه وكيل الامبراطور. من بعد مشات لعنده وقالت ليه بوليفان في المدينه وغادي يهجم عليه، فالامبراطور امر الوكيل ديالو باش يجمع الجيش ويستعدوا للهجوم. ديك الساعه مشى الوكيل عند رئيس الحراس وطلب منه يجمع كاع الحراس ومن ضمنهم حراس البوابه باش يوجدوا راسهم. من بعد تحولت الساحره لطيور، وكانت هذه علامه لبوليفان باش يبدا في الخطه ديالو.
وفي ديك الساعه كانت مولان دخلت للمدينه واستغربات ملي ما لقات حتى شي واحد من حراس البوابه. من بعد شافوا الجنود ديال بوليفان هابطين اللي عندهم وتما عرفوا باللي هو فخ. في ديك الساعه امر القائد مولان انها تمشي لعند الامبراطور باش تحميه وهما غادي يبقاو يحاربوا تما. في ديك اللحظه مشات مولان عند الامبراطور ولكن تفاجات ملي ما لقاتوش في بلاصتو ولقات الساحره كتسناها. تما حاولت مولان باش تقنعها باش تولي معاهم وهما غادي يتقبلوها ولكن الساحره قالت لها باللي فات الحال وعاوناتها وراتها بلاصه الامبراطور. من بعد مشات الساحره عند بوليفان وقالت ليه قائده الكتيبه اللي غادي تصفيها لك اليوم هي بنت محاربه. تما تصدم بوليفان ملي عرفها باللي هي وراتها بلاصه الامبراطور وشير على مولان بواحد السهم ولكن الساحره عتقاتها في اخر لحظه وماتت في بلاصتها. ومولان كملت في طريقها باش تعتق الامبراطور ولكن باش تعتقو خاصها ضروري تصفيها لبوليفان. وفي ديك الساعه دخلت في معركه معاه اللي ما كانت سهله بالنسبه ليها ولكن هي قومته بالمهاره ديالها قدرت تغلبه. من بعد مشات لعند الامبراطور باش تفكو وفي ديك الساعه بوليفان شير بسهم على الامبراطور ولكن هو قدر يشدو في اخر لحظه ومولان ضربت داك السهم ورجعته لبوليفان وصفاتها ليه. وفهكا البنت محاربه مولان قدرت تعتق الامبراطور وفي القصر ديالو دار لها حفله حيت هي قدرت تعتقو وطلب منها تكون ضابطه من ضباط حرس الملكي ولكن هي ما بغاتش وقالت ليه باللي مسؤوليتها في تجاه عائلتها كبر وباللي هي خاصها تجيب لهم الشرف وتمحي العار اللي جابته ليهم. من بعد رجعت للقريه ديالهم وكانوا كاع الناس ديال القريه فرحانين وكيتسناوها. تما طلبات تسمعها من بوها على داك الشيء اللي دارت وقالت ليه باللي هي غادي تحاول تجيب لهم الشرف. في ديك الساعه بوها عنقها وفي نفس اللحظه جاو حراس القصر الملكي وكان بوها كيسحب ليه باللي غادي يديوها ولكن هما جاوبوا السكر واحد قدرت تعتق الامبراطور وتحافظ على السلاله الملكيه وهداوها واحد السيف في بلاصه السيف ديال بوها وقالوا ليها باللي انت شرف لعائلتك ولقبيلتك ولينا كاملين. تما مولان فرحات حيت قدرت تجيب الشرف ليها ولعائلتها وقبيلتها كامله.